السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض في النشاط الصيفي، والنهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل كارت عيد ميلاد جميل جدا. بدل ما تشتروا كروت وانتوا رايحين مثلا اي عيد ميلاد لاصحابكم، تقدروا ان انتوا تصمموا بنفسكم كارت للعيد ميلاد، وهيكون طبعا احلى واجمل بكتير. اولا فكرته احلى من الكروت اللي بتتباع. تاني حاجة بيكون حلو لان انتوا اللي عاملينه بنفسكم وتعبانين فيه، فاكيد اصحابكم او الاشخاص اللي هتروحوا لهم هيقدروا ده جدا وهيفرحوا بيه. خليكم معايا علشان نشوف الادوات اللي هنحتاجها ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. طيب الادوات اللي احنا هنحتاجها، هنحتاج مقص، وهنحتاج الوان فلوماستر، وكمان هنحتاج الصمغ او جلو، هنحتاج قلم رصاص، وهنحتاج استيكة، واهم حاجة طبعا هي الورق اللي هو بتاع البرينتر العادي ده. ودلوقتي هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة بنجيب الورقة وبنتنيها بالشكل ده كده، بنتنيها من النص كده بالظبط، وبنبدأ ان احنا نضغط عليها من هنا. عايزاكم بس الاول تشوفوا انتوا حابين الكارت يبقى قد ايه. يعني مثلا الكارت اللي انا عاملاه اهو بيبقى الحجم ده، فالافضل ان انتوا تقصوا بقى كده شوية من هنا، علشان احنا مش هنبقى محتاجين كل ده. احنا هنبقى محتاجين مثلا الكارت يبقى بالحجم ده او حتى اكبر شوية. فانا هقص كده معاكم من هنا، وهقول لكم في الاخر شكل الكارت يبقى قد ايه. بالشكل ده كده انا قصيت الورقة، يبقى هي في الاخر اصبحت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ورقة عادية جدا، وبنتنيها كده من النص بالظبط، وبنضغط عليها كويس من هنا. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا الحتة اللي هي طلعت لنا ديت ما ترموهاش عشان هنستخدمها. طيب هنجيب بقى القلم الرصاص وهنرسم. انا هجيب لكم الشكل كده قدامكم برضو علشان تبقوا شايفين. هنجيب كده القلم الرصاص، وهنبدأ ان احنا نرسم اللي هو الباب ده اللي بيتفتح. هنعمله ازاي؟ هنيجي كده من هنا، وهنروح عاملين كده حاجة كده شبه القبة كده 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 لحد تحت خالص. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ الرسمة اللي احنا رسمناها ديت هنقصها بالمقص، وهجيلكوا تاني. هنقصها علشان تبقى بتتفتح زي كده، بس ما تقطعوهاش من هنا. احنا بس هنقص كده على حسب العلامة اللي انا عاملاها ديت، وبعد كده هرجع لكم تاني. هقصها حتى معاكم علشان محدش يعمل حاجة مثلا غلط او كده. اهو نيجي من تحت كده، نبدأ من تحت، نبدأ نقص بسم الله كده بالشكل ده بالراحة جدا كده. بنيجي لحد حرف الورقة اللي احنا تانيين ونقف بس كده بالشكل ده. بقى في الاخر الشكل عندنا كده زي باب كده بيتفتح. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنبدأ ان احنا نجيب الصمغ او الجلو، وهنقفل الكارت. هنقفله من هنا وهنا وهنا، هنقفله كله، هيبقى مقفول علشان يبقى كأنه زي البيت بالظبط. هنفتح كده ونحط صمغ في الاطراف. حطوا صمغ كويس علشان يلزق كويس اهو، من هنا كمان من فوق كده، وكمان من تحت. بس خلوا بالكم ما نحطش في الحته اللي هي المفروض الباب بيفتح ويقفل فيها علشان ما يلزقش. احنا بنبدا ان احنا نلزق من بعد الباب كده. هو الشكل هيبقى كده اهو، المكان بيبقى البيت مقفول كده وبيتفتح كده المفروض، علشان بس الزق اهو بالشكل ده. يبقى انا كده لزقت الحروف، بس ما لزقتش تحت الباب علشان الباب يتفتح ويتقفل براحته. طبعا بنيجي من بعد الباب ونبدا ان احنا نلزق، بس نضغط بقى كده. بعد ما لزقنا البيت كويس خلاص كده بقى ملزوق، ومن هنا طبعا مفتوح.
علشان نقدر ان احنا نحط مع بعض الشخصية اللي هي ديت. هنبدأ ان احنا نروح كده بره ونرسمها، وبعد كده ايه هجيلكم تاني بعد ما ارسمها. انا جبت هنا قطعة من الورق علشان ارسم عليها الشخصية ديت. احاول ان انا ارسمها معاكم. نجيب بقى كده القلم الرصاص والاستيكة وبرسمها بالراحة. هي شخصية بسيطة جدا وسهلة. طيب هعمل ايه؟ اول حاجة باجي مثلا من هنا كده من فوق من الحتة ديت وبنعمل كده كده، وبعدين باجي من هنا بنزل كده، وباجي من الحتة ديت بروح عاملة كده علشان خاطر اللي هو الطرطور ده اللي احنا هنعمله، وبطلعه على فوق كده. ممكن نعمله من فوق مثلا زي نجمة. حاولوا بس ما تكبرهوش قوي علشان يبقى قد الباب، لما يطلع منه يبقى قده او يبقى اصغر منه طبعا. طيب نيجي بقى من هنا من عند الطرطور وننزل كده. خلاص نيجي بقى هنا نعمل له العينين بتاعته. احنا كل ده هنظبطه بعد كده بالقلم الفلوماستر، بس احنا بنرسمه الاول بالرصاص عشان لو في اي غلط او حاجة نقدر ان احنا نظبطه. تمام. طيب عملنا كده، نيجي بقى هنا نعمل ايده. ادي ايد اهي طالعه كده وشايله طبق فيه الكيكه او اللي هي التورته كده. امشوا معايا في الخطوات ديت هتلاقوها سهله. وهنا الشمعه. كل ده هنظبطه بالاقلام طبعا اللي هي الفلوماستر. نيجي بقى الايد التانية اللي هي المفروض ماسكه البالونه، بتبقى طالعه كده وبنرسم البالونه كده. هنظبطها بقى بعدين بالقلم الفلوماستر. بس هو الشكل كده شكل بسيط جدا. هنبدأ بقى ان احنا بالقلم الفلوماستر الاسود نحدده علشان نبقى نقصه. حدده كده بالراحة بالشكل ده. فكرة يا ولاد سهلة قوي وبسيطة، وهتفرح اصحابكم جدا لانها جديدة طبعا. الناس على طول متعودة في اعياد الميلاد ان هما بيشتروا الكروت من بره، لكن لما صاحبتك او صاحبك يلاقوا ان انتوا بذلتوا مجهود وعملتوا لهم الحاجة بنفسكم، يعرفوا قد ايه هما طبعا مميزين بالنسبة لكم، لانكم تعبتوا في حاجة علشان تقدموها لهم، فطبعا هيفرحوا اكتر. بس خلصنا بقى كده. نلونه بقى الالوان اللي تعجبكم، ده حسب ذوقكم. انا مثلا هعمل بالونه زيه برضو بالاصفر. في ايه تاني هنا يتعمل بالاصفر؟ هعمل الشمعة. تمام. هاجي عند الكيكة اعملها بالاحمر كده. والطبق ده هعمله بالبني. ممكن الوان خشب على فكرة، انا عندي الوان خشب، يعني انا كنت عاملة ده بالالوان الخشب نوعا ما، كنت مستخدمة فيه الوان خشب. هنا عملته معاكم بالفلوماستر مش مشكلة. هعمل الطرطور مثلا هدخل فيه الاخضر بالراحة كده عشان يطلع بشكل حلو. طريقة الكارت سهلة جدا يا ولاد، ما تتخضوش منها، دي سهلة وبسيطة قوي. بس انا كده خلاص رسمت الشخصية الحلوة ديت بتاعتنا. هقصه بقى كويس بالمقص وهرجع لكم تاني. وبالشكل ده بكون قصيت الشكل زي ما انتوا شايفين. انا ما قصيتوش كويس قوي من هنا، وما قصيتوش برضو من هنا قوي كويس، لان احنا هنلزقه على شريط. هوريكم دلوقتي هنلزقه ازاي. الشريط اللي انا قلت لكم خلوه ما تتخلصوش منه ده، هنستخدمه دلوقتي. هنعمل ايه بقى فيه؟ تمام. ادي الشريط اهو. هقصه كده من النص عشان انا مش محتاجة كل ده. هقصه كده من النص بالشكل ده. طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب
يبقى ادي الشخصيه اهي، وادي الشريط اللي انا قلت لكم ما ترموش عشان هنستخدمه. اول حاجه هعملها ان انا هجيب الصمغ. هتني الورقه الاول كده، هتنيها كده من ورا، تانية صغيره كده بالشكل ده، واضغط عليها اهي، بقت متنيه كده. هعمل ايه؟ هاجي من الجزء ده اللي انا تنيته وهلزقه كويس بالصمغ اهو. الجزء الصغنون ده هلزقه كويس بالصمغ كده. ليه؟ علشان هنبدأ ان احنا نفتح الباب كده ونلزقه في الباب من هنا، طبعا علشان لما نفتح ونقفل الباب الشريط ده يتشد معانا. خلاص لزقنا الشريط كده. نيجي بقى هنا للشخصية الجميلة ديت بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نحطها كده. نحاول بس ايه، نخليها في وسط الباب كده بالظبط. بس هنلزقه كده من ظهره من ورا علشان نلزقه في الشريط اهو. عشان كده بقول لكم انا سبت حته من الورق عند التورته وعند البالونه علشان هنلزقهم بالراحه كده، ونبدا ان احنا نلزقهم كده بالشكل ده. طيب بنعمل ايه بقى في بقيه الشريط؟ بندخله جوه، ندخله جوه، وندخل برضو البالونه والطرطور وكل حاجه اهو. هو بس عشان لسه ما نشفش كويس، ما ينشف بقى اكتر هيبقى ايه، هيبقى اسهل في الفتح والقفل. طيب احنا كده خلاص بقى دخلناه جوه، دخل بقى جوه بيته. هنعمل ايه بقى في الشكل من بره؟ هنجيب الالوان الجميله بتاعتنا ونبدا ان احنا نزين الكارت من بره عادي جدا. هنعمل كده هنا عند الباب، وهنجيب حته ورقه كده صغنونه من هنا علشان نستخدمها. هنكتب فيها ايه؟ هنكتب فيها open يعني افتح، وهنلزقها برضو على الباب من بره علشان الشخص لما ياخد الكارت يبدأ ان هو يفتح الباب علشان طبعا يشوف المفاجأة اللي مستنياه جوه. هنلزقه كده بالراحة، ونبدأ ان احنا نلزقه هنا على الباب كده بالشكل ده. التزيين بقى ده يا ولاد حاجة براحتكم خالص، يعني انا مش هقولكم مثلا لونوا ايه او ارسموا ايه، دي بقى حاجة بتاعتكم. عايزين ترسموا ورود ارسموا، عايزين ترسموا قلوب زي ما انا هعمل كده برضو براحتكم. انا برسم قلوب كده كتير بالشكل ده، وهبدأ ان انا الونها. حابين تلونوهم كلهم بلون موحد زي الاحمر ممكن، عايزين تلونوا كل قلب بلون لوحده برضو ممكن. انا هعملهم كلهم بالاحمر يبقوا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهنكتب في الحتة ديت هابي بيرثداي. بنفس الورق طبعا اللي اتبقى، مش بنستخدم او بنستهلك ورق جديد. بنفس الورق اللي احنا قصيناه هنكتب عليه هابي بيرثداي، هابي بيرثداي، وبعد كده بنبدأ ان احنا برضو نلزقه اهو. شفتوا مش بنرمي اي حاجة خالص، كل حاجة بنستخدمها. نظبطها بس كده، وهكتب بالشكل ده. هكتب هنا هابي، هابي، واكتب هنا بيرثداي، وهقصهم علشان الزقهم برضو هيبقى شكلهم حلو. ممكن تكتبوا على الكارت عادي بنفسه، ممكن تكتبوا على الكارت عادي بس كده هيبقى شكلها اشيك. بالشكل ده، وبنلزق برضو ادي هابي، حطها هنا.
وهعمل بيرثداي وهلزقها تحتها بالشكل ده بالجنب كده. بس ايه رأيكم؟ ممكن انا هسيب الكارت كده، انا شايفاه كده ارق بصراحة. ممكن ان انتوا تزودوا براحتكم، عايزين تلونوا اوبن ديت برضو من بره براحتكم خالص. عايزين كمان تكتبوا اسماء اصحابكم اكتبوها. طيب هما بقى طبعا لما هياخدوا الكارت هيلاقوا اوبن، فهيبداوا ان هما يفتحوا، فهيلاقوا ترى ده طلع لهم من جوه. بس ايه رأيكم يا ولاد في الفكرة ديت؟ مستنية منكم ان انتوا تطبقوها وتعرفوني كده رأيكم اذا كانت عجبتكم ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.